مشاهدينا الكرام مرة أخرى من هنا من جامعة أم القرى في اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الرابع للطلاب والطالبات للتعليم العالي. معنا الآن شاعر الجامعة عبد الرحمن بن ظافر العمري، خريج من كلية الشريعة في جامعة أم القرى. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك وشاكر لكم إتاحة الفرصة. في البداية لو تحدثنا عن أجواء المؤتمر من ناحية تنظيم، من ناحية بشكل عام تقريبا. الحقيقة التنظيم تشكر وزارة التعليم العالي على الجهد الرائع الذي تبذله في هذا المؤتمر، والأهم من التنظيم حقيقة فكرة المؤتمر وفعالية هذا المؤتمر وتأثيرها في الطلاب. الحقيقة أنا التحقت بعدة مؤسسات تعليمية سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي، لم أجد برنامج يدعم البحث العلمي مثل هذا البرنامج، فنحن نحتاج إلى تعزيزه وإلى تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى طلابنا، هذا هو الذي نحتاجه. جميل جدا. ما هو انطباعك مثل هذه المؤتمرات التي تحدث في جامعة أم القرى أو جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية؟ حقيقة أنا فخور بجامعة أم القرى وسعيد بأن المؤتمر يقام على أرض جامعة أم القرى، وأتمنى لجميع المشاركين التفوق والتوفيق والنجاح، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى للمسير في طريق البحث العلمي، لأننا أكرر لازلنا في حاجة للبحث العلمي لأنه هو السبيل الوحيد إلى رقي الأمم وتطورها. جميل جدا. على المؤتمر السابق المؤتمر الثالث التحقت به صحيح؟ كنا منظمين في المؤتمر السابق. جميل جدا. ما الفرق بين المؤتمر الثالث والمؤتمر الرابع الآن؟ لابد في كل مؤتمر أنه يكون هناك قيمة مضافة جديدة، وهذا المؤتمر تشكر وزارة التعليم العالي على التطور الملحوظ الذي وجدناه في هذا المؤتمر، ونطمع بإذن الله تعالى إلى تطور أفضل وأرقى مستوى في المؤتمرات القادمة. يعطيك العافية يا أستاذ عبد الرحمن، شكرا لك.